السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. حبايبي الغاليين في كل مكان، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. فيديو جديد النهارده ان شاء الله. الفيديو بتاعي النهارده يعجبكم وينور رضاكم. بتمنى منك لو اول مرة بتزوري قناتي نوريني باشتراكك عن طريق كلمة اشتراك بالاحمر تحت الفيديو، وفعلي زر الجرس على الكل علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. بشكركم طبعا، وحابة ان انا ارحب بكل اخواتي وحبايبي اللي نوروني في القناة جديد. اهلا وسهلا بيكم. انا ام عمر ودي قناتي، وان شاء الله كل المحتوى اللي اقدمه وكل الفيديوهات اللي انزلها تنول اعجابكم وتنول رضا حضراتكم باذن الله. كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل عام ونحن الى الله اقرب، وربنا يا رب يجعل ايامنا كلها فرح وهنا وراحه بال وسعاده وطمانينه. اللهم امين يا رب العالمين، واجبر بخواطرنا جميعا يا رب اللهم امين، ويبلغنا رمضان واحنا في اتم صحه واحسن حال. ربنا يهنيكم يا رب ويفرح قلوبكم. شرفتوني ونورتوني، واهلا وسهلا بيكم كل حبايبي اللي من القناة الأولانية والقناة ظهرت معاهم بالصدفة. نورتوني وأهلا وسهلا بيكم، وكل الناس اللي أول مرة بتشوفني أهلا وسهلا بيكي، وبقيتي واحدة من عيلتي الجميلة. ربنا يا رب يديمنا كده دايما متجمعين في الخير، اللهم أمين يا رب العالمين. بصوا بقى الفيديو النهاردة فكرة بسيطة كده وسهلة. انا بصراحه ما كنتش ناويه اصور الفيديو النهارده، ولكن قلت ان انا امشي معاكم خطوه خطوه عشان اشجعكم كده، ومش عايزاكم تكسلوا ولا تنسوا. عايزاكم كده تحطوا كرتونه رمضان دايما في بالكم وفي دماغكم. لو زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، لو كل اسبوع 20 جنيه بس الدنيا هتظبط معاكي خالص من هنا لرمضان بامر الله. اللهم بلغنا رمضان يا رب، اعوام عديده وازمنه مديده، اللهم امين يا رب العالمين. ده كان الحاجات اللي انا شلتها معاكم في فيديو كرتونه رمضان، وكانت اول حاجه زي ما قلت لكم ان انا كانت دي اول حاجه اشيلها رمضان 2026 بامر الله تعالى من غير ما اقطع. فقلت بقى ان انا مش عايزه اكسل، يعني فاهمين؟ هو كل اسبوع عايزه اجيب، لو هجيب كيس مكرونه واحد واشيله، لو هجيب كيس شعريه واحد واشيله. فانا مش عايزه اكسل خالص عن الكرتونه واقول مثلا ده لسه بدري، طب الاسبوع الجاي، طب الاسبوع اللي بعده. لا، عايزه اعملها زي يعني زي روتين كده هنمشي عليه كل اسبوع ان شاء الله بامر الله. بص، انا كنت في السوبر ماركت بجيب شويه حاجات، لقيت المكرونه دي معمول عليها عرض. المكرونه رويال حلوه جدا، عايزه اقول لكم لو ما جربتهاش جربيها تعجبكم قوي. ما شاء الله من المكرونات الحلوه قوي، واللي بتاخد سوا يعني مش بتعجن معاكي على طول، ما شاء الله جميله جدا. المهم لقيت عليها عرض كده الاتنين ب25، فقلت اجيب كده 2 واشيلهم في كرتونة رمضان. فمن اهم حاجة برضو اللي تاخدي بالك منها قوي تاريخ الانتاج. الحاجات لازم تكون معاكي تاريخ انتاجها، ما يكونش من زمان، عشان خاطر برضو تعيش معاكي. فاضل حوالي 6 شهور باين او 7 شهور على رمضان، فخلي بالك من تاريخ الانتاج. لو انتي مش هتبدلي الجديد بالقديم، يعني مثلا لو انتي مش هتجيبي لاستخدامك وتشيلي اللي انتي شايلاه وتحطي جديد، فخلي بالك من الموضوع ده. خلي بالك من موضوع تاريخ الانتاج ان هو يكون ساري معاكي. فانا كنت بشوف معاكم هنا تاريخ الانتاج، لقيتها ما شاء الله لسه قدامها يعني سنه بحالها، او سنه وشويه كمان. فقلت طب كمان يعني كويس قوي. وبرده وانا بشيل السكر لقيت السكر اللي هو بتاع التموين، لقيت تاريخ الانتاج بتاعه كان قريب قبل اللي انا شارياه الخارجي. فقلت اشيل بتاع التموين مادام لسه تاريخ الانتاج بتاعه قريب. هو طبعا انتوا عارفين ان السكر الصلاحيه بتاعته بتبقى كبيره يعني. فقلت اجيب ال2 كيلو مكرونه دول ب25 جنيه، مش يعني مش هيزنقوا معايا في حاجه، ومش هتاثر معايا ال25 جنيه في حاجه خالص. فقلت ان انا اشيلهم وكده علشان خاطر تبقى حاجه وترحلت من عليا. انا شايله طبعا من الشهر من التموين من اول الشهر شايله كيسين شعريه، قلت اجيب قصادهم كيسين مكرونه ونمشي كده مع بعض، مره شعريه ومره مكرونه، وباذن الله بامر الله على رمضان هنكون شلنا كميه حلوه جدا جدا. ما تقوليش احنا فين ورمضان فين ولسه بدري والكلام ده كله. والله العظيم حبايبي اللي معايا من القناه الاولانيه عارفين الكلام ده، والناس اللي بتجهز معايا وماشيين كده زي حالاتي عارفين ان الحاجات دي بتفرق جامد قوي 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 معاكي في الميزانيه. في دخلة رمضان بتكون المصاريف كتير جدا جدا. الخزين اللي بنشيله ده بيفرق معانا قوي قوي قوي، وبيوفر علينا كتير جدا ما شاء الله. بنكون طبعا البيت عمران بالخير من زيت وسكر سمنه مكرونه. بنفضل بقى الكام شهر دول بنجيب الحاجات دي حاجه في حاجه كده وبنشيلها اكنها مش موجوده. بنيجي على رمضان بنطلعها اللهم بارك، بتحسي ان البيت مليان خير، بيكفيكي رمضان وبعد رمضان كمان. فما شاء الله الحاجات دي بتوفر عليكي كتير قوي. ممكن تطلع منك حاجه بسيطه دلوقتي يعني 25 جنيه زي ما قلت لكم، حق كيس
لبس يعني مش فلوس. فلو كل اسبوع جبت كيسين مكرونه زي كده اللهم بارك. شوفي بقى على رمضان هيبقى عندك كميه مكرونه وكميه شعريه قد ايه. مره ازازه زيت، مره صفيحه سمنه، مره كيس سكر ب 30 جنيه، مره فاهمني، واحده في واحده هتلاقي نفسك ان انت ما شاء الله تبارك الله عندك خزين رمضان اللي يكفيك رمضان وزياده كمان. فالفكره دي حلوه جدا جدا، جربوها وان شاء الله تستفادوا منها قوي. بصوا بقى عشان حبايبي اللي بيسالوني على الفراخ، انا جبت فراخ جديده. اللهم بارك، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، ربنا يرزقنا البركه واياكم يا رب. بصوا الفراخ دي فيومي زي الفراخ اللي عندي الكبيره اللي هي بتبيض حاليا. فانا قلت ايه، اللي انتوا عارفين طبعا انا بربي العشه عندي في البلكونه، فما بعرفش اربي فراخ بيضه خالص الشهرين اللي هم بتوع الحر قوي دول، ما بعرفش خالص اربي فراخ بيضه. فقلت ان انا استغل كده العشه الشهرين دول، قلت اجيب يعني الفراخ الفيومي دول الشهرين ده همت على بال ايه ما يكونوا جمدوا شويه كده، واروح مطلعاهم مع الاربعه الكبار اللي فوق. ما شاء الله عايزه اقول لكم ان النوع ده في البيض حلو جدا جدا، وكمان في اللحم ممتاز، يعني بيشيل لحم وبيبيض ما شاء الله تبارك الله. وكمان مناعته حلوه جدا اللهم بارك، يعني عندي بقالهم سنه دلوقتي اللهم بارك ما شاء الله تبارك الله. حلوين قوي 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 قوي. في البيض كمان حلو جدا جدا. فقلت ان انا جبت دول 15، وانا مش عارفه بصراحه انا جبت 15 ليه بصراحه، ما اخبيش عليكم، يعني لما يكبروا العشه هتبقى صغيره عليهم، فقلت مش مشكله يعني هم جم وخلاص. فكان سعرهم حلو قوي قوي قوي، يعني كنت جايبه الفرخ ب 8 جنيه ونص. فالاسعار اليومين دول الفراخ عامه كل انواع الطيور اسعارها اليومين دول حلوه قوي 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 ما شاء الله. وكمان الفراخ البيضاء اسعارها بجد خيال، يعني اللهم بارك اسعارها حلوه قوي. ولكن المكان عندي هو بس اللي منعني ان انا اجيب واربي دلوقتي. لكن لو انت عندك مكان في بدروم او في دور ارضي او مكان طراوه كده وحلو، وهيعرفوا ان هم يعني الدوره بتاعتهم تعدي بسلام كده والجو يكون رطب وحلو، هاتي دي فرصه بجد ما تتعوضش. يعني الاسعار اليومين دول في منتهى الجمال، ربنا يوسع عليا وعليكم يا رب اللهم امين. فلو عندك مكان حلو كده في دور ارضي او بدروم ولا حاجه، هاتي اليومين دول فرصه حلوه جدا 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 ما شاء الله. وعايزه اقول لكم ان تربيه الصيف لو انت عندك مكان حلو ما تخافيش، لان ما شاء الله في الصيف بتبقى الفيروسات بتبقى قليله جدا. درجة الحرارة بتموت الفيروسات، فالجو بيبقى حلو قوي مناسب لتربية الفراخ البيضة لو المكان مناسب. يعني فاهمة قصدي، لو المكان عندك مناسب مش حر زي حالتي كده مثلا بتربي في بلكونة او بتربي على السطوح او كده، ده اللي فعلا مش هتعرفي تربي لان الفراخ البيضة ما بتستحملش الحر. لكن لو عندك المكان حلو ونسبة الرطوبة فيه يعني كويسة، هاتي وربي وان شاء الله ربنا يبارك لك فيهم. فانا جبت ال 15 الفيومي دول زي ما قلت لكم ما شاء الله. جبت الكتكوت كان عامل ب 8 جنيه ونص، فسعره حلو قوي، ربنا يبارك لي فيهم يا رب اللهم امين. اليوم اللي كنت مصورهم لكم فيه ده كان عمرهم 5 ايام، فما شاء الله يومهم بيومين. عايزه اقول لكم ان هم حلوين قوي. ولو فيهم ديوك، انا طبعا مش جايبه ديوك، انا جايبه دول برابر بس، يعني دي احلى حاجه ان انت عايزه برابر بتجيبي، عايزه ديوك بتجيبي. فلو انت من الناس اللي مش بتحبي اكل الفراخ البيضه، بتميلي اكتر للفراخ البلدي، هاتيلك مثلا 10 ديوك اللهم بارك، بيبقى حجمهم حلو جدا جدا جدا، يعني على شهرين ونص كده او 3 شهور بالكتير قوي بيكون اللهم بارك الديك محترم كده، يعني بيبقى حلو قوي، بيشيل لحم وبيبقى جميل جدا. فعايزاكم تجيبوا كده وتجربوا، وافضل طول العمر اقول لكم ان التربيه البيتي مفيش احسن منها، مفيش اوفر منها، توفير بطريقه فظيعه، طعم جميل قوي قوي، ونظافه وحاجه في منتهى الجمال. وكمان اليومين دول سعرهم مناسب جدا جدا جدا، يعني ما شاء الله تبارك الله. سواء كل انواع الفراخ، سواء بلدي هجيني مشعر فيومي ساسو ابيض، كل انواع الطيور ما شاء الله سعرها حلوه قوي اليومين دول. فانا قلت اجيبهم. انا ذبحت الفراخ الساسو اللي انا كنت مصوراهم مع حضراتكم، ذبحتهم على شهرين و10 ايام. عايزه اقول لكم كانوا حلوين جدا جدا ما شاء الله. فوالله المكان هو بس المكان اللي بيزنق عليا الدنيا شويه، يعني انا لو كان المكان مناسب عندي فانا يعني كنت سبتهم اكتر. بس انا كنت عايزه الحق برضو الشهرين دول ان انا اجيب الدوره اللي هي الفيومي دي. قلت ان شاء الله تبارك الله يعني باذن الله كده الشهرين دول يكونوا شدوا حيلهم شويه، اطلعهم مع الاربعه اللي فوق اللي هم في الدور التاني فوق بتاع العشه.
يسندوا معايا بقى في البيض، يخلوني ان انا محتاجش اشتري بيض من بره خالص. فما شاء الله تبارك الله، ربنا بس يبارك لي فيهم يا رب دعواتكم، وان شاء الله يبقوا زي الفل كده. فده اللي خلاني ان انا يعني استعجلت على الفراخ الساسو، وقلت ان انا ايه اذبحهم عشان الحق اجيب، عشان ان شاء الله على شهر اللهم صل على النبي، على اول 9 كده نبدا بقى ان احنا نجيب فراخ بيضه تاني ونجيب دورات بيضه ان شاء الله ونربيها. فربنا يرزقنا البركه واياكم. لو ما بتربيش هاتي يلا وربي، مفيش اجمل ولا احسن من التربيه، حاجه مسليه وحاجه بجد بتنفع في البيت، وخير كبير قوي 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 في البيت. فان كانت التربيه او ان كان خزين رمضان او ان كان كل ده خير في البيت، وكل دي تجهيزات، وكل ده حسن تدبير من الله ثم منك يعني. فما تكسليش وما تخافيش، عشان يعني في ناس كتير بتكتب لي ان هم بيخافوا يجيبوا فراخ يربوها. جمدي قلبك وهاتي، اول مره بس الدنيا هتبقى معاكي اللي هو انت مش فاهمه مش عارفه تعملي ايه. كنت بصور لكم هنا الكتكوت من قرب قوي، اللهم بارك شكلهم حلو قوي. لو انت نفسيتك وحشه، لو انت مخنوقه من حاجه، بتقعدي كده في وسطهم بيمتصوا منك الطاقه السلبيه. بجد يعني تربيه الطيور دي من الحاجات الحلوه قوي قوي، اللهم بارك يعني. فهاتي وربي وجمدي قلبك، وان شاء الله ربنا يرزقكم البركه ويبارك لكم يا رب، ويبارك لي معاكم كده ان شاء الله، ويبارك لي فيهم يا رب ان شاء الله. بعمل لهم ايه، حطيت لهم بس علف، وكنت اول ما جبتهم جبت لهم كيس محلول الجفاف من الصيدليه البشريه وحطيته لهم بس وخلاص. ما بعمل لهمش اي حاجه، وان شاء الله لو عملت لهم خلطات او اي حاجه هبقى انزلها مع حضراتكم باذن الله. حبيت بس ان انا اشجعكم كده واوريكم، عشان الناس اللي بتسالني فراخك وكتاكيتك اخبارها ايه. الحمد لله والشكر لله هما زي الفل همت، وان شاء الله ربنا يبارك لنا فيهم باذن الله. بتمنى الفيديو بتاعي النهارده كده يكون عجبكم، وتكوني خدتي فكره حلوه منه. استنوني بقى ان شاء الله في فيديوهات كتير قوي قوي قوي، روتينات رمضان، تجهيزات رمضان وتفريزات رمضان، الايام دي جايه كتير قوي ان شاء الله. ربنا يعمر بيوتنا بالخير يا رب، اللهم امين. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.